السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في خبر اليوم، رئيس إسبانيا يرد على انتقادات فرنسا للمغرب ويدافع عن المملكة. وقبل ما ندخل في التفاصيل، لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. نفى بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية أن يكون قد قام بأي تغيير في موقف إسبانيا من قضية الصحراء المغربية، معتبرا أن الموقف الذي أعلن عنه في رسالته للملك محمد السادس يعتمد نفس النهج الذي حافظت عليه إسبانيا في الحكومات السابقة. وقال سانشيز في حوار مع الإعلام الإسباني أن موقف إسبانيا من قضية الصحراء المغربية متوافق تماما مع الأمم المتحدة وماثل للحلفاء الدوليين مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا والولايات المتحدة. وأكد بيدرو سانشيز أن أمضى ساعات طويلة في دراسة العلاقات الثنائية بين إسبانيا والمغرب، وأن دولاً أخرى من بينها إيطاليا وليبيا وتونس واليونان وتركيا تعتبر هذه العلاقة استراتيجية وتجربة جيدة للتصدير إلى العديد من البلدان. أخيراً قال رئيس الحكومة الإسبانية أن عندما يفكر المرء في الهجرة من الضروري التفكير في أن المغرب يعاني منها أيضاً، باستقبال مهاجرين قادمين من الساحل، حيث يلاحظ التدهور المؤسساتي والانقلابات. وتابع سانشيز: هذه مناطق غير مستقرة للغاية، حيث لا يعني ذلك عدم وجود فرص، ولكن حيث لا توجد حريات ولا توجد ديمقراطية، وبالتالي فإن العديد من هؤلاء البشر للأسف يبحثون عن مستقبل أفضل، ليس فقط في أوروبا ولكن أيضا في دول إفريقية، وهذا هو حال المغرب. وفي النهاية أتمنى تخلوا رأيكم في التعليقات والاشتراك في القناة.